المحلات التجارية أو الإداري أو الطبي، مخاطر الشراء فيها. دايما بنعيد ونزيد في حتة الاستثمار في التجاري والإداري، لأن هو استثمار عالي لكن ريسكه عالي. أي حاجة في الدنيا بتكسب كويس بتبقى ريسكها عالي. علشان كده لما بتكلم فيها وبقول وبعيد وازيد فيها، بتكلم عن نقط مهمة جدا. وانت بتشتري لازم تبقى عارف كويس قوي انت بتشتري ايه ومن مين، وهل الشركة اللي انت بتشتري منها بتشغل براندات او بتبيع البراندات ولا لا، وهل هي اللي هتدير المكان ولا لا، وكيفية ادارته والرسم الهندسي. انا جات لي مشكلة كبيرة جدا، عشان كده اتكلمت في الموضوع دوت. بس حد من متابعيني سألني فيها وقال لي كده: انا دلوقتي وقعت على لوكيشن مكان ومحل اشتريته من شركة ما، وبعد ما اشتريت المحل واللوكيشن ودفعت جزء من ثمنه، جايين يقولوا لي لا احنا هنغير المكان نفسه ومش هنقدر نديك المكان اللي احنا قلنا لك عليه، رغم ان هم موقعين معايا الرسم الهندسي ومحددين فيه اللوكيشن والمكان بتاعه. فايه الحل؟ طبعا مشكلة، خصوصا لو هو مختار موقع يكون مميز ويكون كويس. طبعا لما سألت عن اسم الشركة لقيتها شركة مش معروفة او شركة مش كبيرة او انا معرفهاش بمعنى ادق يعني. فالموضوع كان من ضمن الاسباب ان هي الشركة مش كبيرة، وبالتالي مش قادرة تلتزم الالتزام الاساسي اللي هي التزمت بيه او اتفقت عليه مع الناس. النقطة التانية ان هم عايزين يعملوا استثمارات افضل، فبيدوروا على اكتر مكسب ليهم يكسبوه. فهم لما كانوا قبل كده رسمين كانوا رسمين وعاملين حاجات وموسعين في حتت ومهدرين في مساحات بنائية، فقال لك لا انا عايز استغل كل شبر وكل حاجة في المكان وفي المول، فلا احنا هنعمل اعادة توزيع تاني. عشان كده مهم جدا 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 الاختيار، وانت بتختار تبقى عارف انت هتشتري من مين ومدى التزام الشركة دي. النقطة التانية مهم جدا جدا مراجعة عقدك كويس جدا والأوراق القانونية، وتتأكد من القرار الوزاري ومن إخطار التخصيص ومن محضر الاستلام ومن التوكيلات الخاصة بملكية الشركة ديت، وهل هم عملوا بيان صلاحية ولا لأ، وإيه هم اللي عملوه بالنسبة للرسومات الهندسية والإنشائي، ويتكلموا في إيه بالظبط. دي نقط مهمة جدا وأنت بتختار تبقى عارف أنت بتختار إزاي ومعاييرها إيه، خصوصا الرسومات الهندسية، تحديد اللوكيشن والرسم البياني للموقع اللي انت بتختار فيه، وتبقى محدد الكلام دوت وما ينفعش فيه هزار ولا رفاهية، علشان وانت بتختار موقعك بتبقى بتختاره على اساس ومعايير اللي انت عايز المكان ده ومختاره ودافع الفلوس عشان المكان ده ومحدد المكان ده. فطبعا لما يتغير لك دي حاجة بتضايق وبتحرق الدم. يمكن مش يعني لو شركة كبيرة وشركة قوية مش هتغير مبدئيا المكان ده، رقم واحد. رقم اتنين، هتعرف تدير الموضوع بشكل يخليه، يعني انا الموضوع بالنسبة لي مشكلته مش اكبر كمان في تغيير المكان، مشكلته طالما ان هو بدأها بالشكل دوت يبقى ينهيها ازاي. فاهمين قصدي؟ يعني انا بدأتها اصلا من الاول مش ملتزم بالمكان اللي انا بعته، يبقى انا هدير صح، يعني يبقى انا هشغل صح، يبقى تشغيلي هيكون مظبوط، يبقى حاجتي هتكون مظبوطة. فده في حد ذاته معيار للتخوف. يعني هي لو شركة قوية هتقدر تشغل في أي مكان أو أي اتجاه أو أي حاجة، لأنها بتعمل معايير معينة ومعايير محددة، وبتجيب براندات معينة، وبتقدر تشغل بإدارة قوية معينة، وبتقدر تتابع التشغيل، وبتقدر تعمل ماركتينج كويس بحيث إنها تسوق المول بتاعها وتشغله. لكن أنا من الأول مش عارف أحدد للناس اختياراتهم ورسوماتهم البيانية، يبقى هعرف أكمل إزاي؟ عشان كده انا دايما بنبه على النقط ديت والامور ديت من الاول. اختار صح، يعني اتعب في اختيارك في الاول علشان خاطر ترتاح بعد كده في الاستمراريه او لان اللي انت بتشتري منه دوت هيكون شريكك في الاخر، انت هتتحرك من خلاله، هتبيع من خلاله، اوراقك قانونيه من خلاله، فلازم تبقى عارف انت بتتعامل مع مين وبتشتري من مين. بس ده كان تنويه سريع جدا عشان خاطر مخاطر الاداري والتجاري وانت بتشتري فيه او الطبي، خصوصا ان الموضوع ده بقى منتشر الفترة دي في القاهرة الجديدة بشكل كبير جدا، واحنا دايما بنتكلم عن القاهرة الجديدة يعني. واخيرا في اخر الفيديو هحب انوه على حاجتين. موضوع الاوراق القانونية والعقود، انا دلوقتي ممكن اكون معاك بنفسي في الاوراق القانونية والعقود لو انت محتاجني وانت بتخلص في اي حاجة خاصة بالسكني او التجاري او الاداري. النقطة التانية، لا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمة والمغفرة. كان معاكم محمد المهدي،
دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.